السلام عليكم، تحية طيبة ليكم وين ما كنتوا. صحيتوا يا الزينات؟ وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحتكم بخير والناس العزاز عليكم كامل بخير والصحة وعافية يا رب. قبل ما نبداو لا فيديو نتاعنا نصلي وكامل لحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا فيديو نتاعنا اليوم فيها أكلة تقليدية شعبية بزاف بنينة. كي نقولوا بوسعادة نقولوا صفيطي البوسعادي. هذه الأكلة معروفة بها مدينة مسيلة، مدينة الجود والكرم والأصالة. راح ندير لكم الوصفة الأصلية بمقاديرها، يعني راح يجيكم واحد صفيطي واش نقول لكم على البنة ولا الحرم. عليكم غير تتابعوا لا فيديو إلى النهاية لأنه أكيد راح تعجبكم الوصفة هذه. لكن قبل ما نشوفوا تفاصيل الوصفة كالعادة لازم نرحبوا بالمشتركات اللي داخلون. نقول لكم مرحبا بكم في الكوزينة، راهي كوزينتكم، وتعليقاتكم الجميلة نقول لكم شكرا وألف شكر. وبدون طلع للزينات نتاعي نروح لتفاصيل الوصفه. نسميو بسم الله على بركه الله. نبداو في تحضير وصفه الصفيطي البوسعادي لمقادير وما كانش اسهل منها. مقادير موجوده في كل بيت اللي نحتاجوا فيها كميه معتبره من الطماطم والفلفل حسب افراد العائله نتاعكم. هنا السر في الصفيطي لازم الطماطم والفلفل يكونوا مشويين، نخليهم جانبا. بعدها نجيب قدره او طنجره صغيره. هنا نحتاج كميه معتبره من الفلفل الاحمر الحار يكون يابس. وبالنسبه للمكون هذا راه شرط اساسي في الوصفه نتاعنا. اذا مش متوفر عندكم تقدروا تستعينوا بالفلفل العكري الحار، يعني ديروا ملعقه كبيره بهدف انه يخلي لاصوص نتاعنا تجي حاره. ثم بعد ذلك نزيدوا طماطم الحب اللي كنا شويناها. بطبيعه الحال كميه تاع طماطم راح تلعب دور كبير في نجاح الوصفه، لانه الصفيطي لازم يجي مشخشخ الله لا، يعني ما تشوحوش في الطماطم. الطماطم لازم تخيروها تكون طريه، بعدها نرحوها مليح بالبرا او بالروبو. ايضا نزيد معها ملعقه كبيره طماطم مصبره ونحط المكونات كامله تكون قليله. هنا تقدروا تضيفوا كاس من الماء، لكن انا نحب ونفضل انه لاصوص تكون مدوزيه غير بالطماطم، هكا بيجي الصفيطي تاعكم بزاف بنين. نخليو لاصوص تاعنا طيب على نار تكون قليله. ثم بعد ذلك نروحوا للمرحله الثانيه اللي نحتاجوا فيها الكسره تاع الصفيطي، اللي هي عباره عن سميد وماء وملح فقط. بعد ما طيب تفتوها الى قطع صغيره. الوصفه هذه درتها شحال من مره في وصفه البومهرس البسكري والباطوط البسكري. وهذه هي المكونات اللي نحتاجوها في الوصفه نتاعنا. كما قلت لكم في بدايه الفيديو بلي ما كانش اسهل من الوصفه هذه، لانه مقاديرها ومكوناتها موجوده في كل بيت. ودرك يا الزينات نروحوا للمرحله النهائيه اللي حنحضروا فيها الصفيطي نتاعنا. كي نقولوا الصفيطي نقولوا المهراس، لانه البنه تاع الوصفه هذه وطبيعه الوصفه هذه لازم تجي في المهراس هذا. وكما راكم تلاحظوا واخيرا شريت المهراس على بالي بلي ما كانش دار جزائريه وما عندهمش المهراس، لانه الماكله اللي تجي فيه بزاف بنينه عندها الشارم نتاعها. سبحان الله كل ما نقول نشري لكن الفرصه ما تكتبش. لكن هذه المره كي رحت لدارنا اخر مره لقيت الفرصه بسعر مناسب، والاهم من ذلك خاصه كي تلقاو بحجم عائلي، يعني راح تديروا مره واحده وهكا راح تتهناو. بلا ما راح نعطيكم هذه الملاحظه الصغيره بالنسبه لاول استعمال ليا. ما استعملتوش مباشره. اول حاجه درت له شخشخته مليح في الزيت. هنا الزيت لازم يكون مستعمل، يعني تقلوا فيه البطاطا، هذاك هو اللي تستعملوه. خليته يتشرب مليح مده 15 يوم. بعدها غسلته وهرست فيه كميه معتبره من الخبز اليابس، هكا بيكون جاهز للاستعمال. ودرك هي الزينات نرجعوا للمرحله النهائيه لتحضير الصفيطي. اول حاجه نبداو بها هو تحتاجوا كميه معتبره من الثوم. انا هنا الثوم ما نشويش، يعني نستعمله مباشره. نضيف معه ملعقه صغيره من الملح. ثم بعد ذلك نضيف الفلفل المشوي. بطبيعه الحال لازم تخلصوا من هذيك القشور والزرع نتاعو. ونضيف ايضا كميه معتبره من الدبشه او الحشيش او الكزبر، لانه البنه نتاعو راه في الدبشه هذه. نهرس المكونات مليح بهذه الطريقه. ثم بعد ذلك نروح نضيف المرحله الثانيه اللي حنضيف فيها لاصوص اللي طيبناها، اللي هي عباره عن طماطم مشويه وفلفل عكري حار او فلفل احمر يابس وملعقه كبيره من طماطم مصبره. بشرط انه لاصوص تاعكم تكون سخونه، يعني لازم تكون تغلي كما راكم تشوفوا. وبلا ما ننسى نعطيكم هذه الملاحظه الصغيره بالنسبه لاصوص تاع الصفيطي. ما تضيفوهاش دفعه واحده، يعني نضيفوا فقط كميه صغيره نحرحرها مليح مع الثوم والفلفل المشوي. ثم بعد ذلك راح نضيف الكسره. هنا الكسره لازم تكون بارده، يعني ما تضيفوهاش سخونه، لانه كون تضيفوها سخونه راح يعجنكم الصفيطي تاعكم مش راح يجيكم بنين. ثم بعد ذلك نضيف الدفعة الثانية والأخيرة من لاصوص تاع الصفيطي. كما راكم تلاحظوا يعني لاصوص راها سخونة، لأنه طبيعة الأكلة هذه تجي سخونة بزاف. بعدها نهرس المكونات كامل بهذه الطريقة حتى نشوف بلي الكسرة تشمخت مليح بهذيك لاصوص. وكلمسة نهائية راح نضيف في الأخير كمية معتبرة من الدبشة أو الحشيش، كل واحد والتسمية نتاعو. ثاني تقدروا تضيفوا كلمسة نهائية شوية زيت زيتون أو الدهان أو الزبدة، يعني كل واحد والذوق نتاعو كيف يحب ياكله.
وهذه هي الوصفه نتاعنا اليوم. ان شاء الله يكون عجبكم لا فيديو نتاعنا والوصفه عجبتكم ونالت اعجابكم استحسانكم. ما عليكم غير تنوضوا تجربوا لانه فعلا وصفه تستحق التجربه. وليش شهيتها نقولك شهيتك في الجنه؟ ما عليك غير تنوضي تجربيها وعينيكم غامضين لانه اكله بزاف بنينه. وانت يا زين اذا وصلتي هنا يلا فرحني بذاك الجام والتعليق شباب كيما انتيا وبارطاجي القناه مع الحباب ولا زازي عندكم. هكا راح تكبل لمتنا وعائلتنا. واذا ماكش ابوني القناه غير ابوني القناه وفعلي ذاك الجرس هكا راح يوصلك جديد ام فرح. الى نتلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده في امان الله. سلام.